قبل ما ننعس كنكون موتيفي، كنقول غنفيق غنقرا كذا. صباح الخير منو ويلو يلاه قريت 4 سوايع من الصباح. قلت ما غاش صافي عييت بقى فيا ما يزيد. بما انه الامتحانات قربوا وما بقى لهم والو، وانا باقي معطل شويه في المراجعه. داكشي علاش قررت ندير عاوتاني واحد التحدي هو انه نحاول نقرا 10 ديال السوايع في النهار، يعني 10 سوايع ديال المراجعه. بالنسبه للتحدي شويه صعيب، ولكن كاين اللي غيجيه ساهل، حيت راه كاين اللي مؤلف كيخدم 8 سوايع 10 سوايع، مؤلف كيخدم اكثر كاع. قبل ما نبدا التحدي كان عليا ندير واحد الخطه اللي غنمشي عليها. دابا اول حاجه غنديرها هي انه غنحاول نوطي دوك المواد اللي غنقرا غدا، باش نركز عليهم مزيان، حيت من بين الحوايج اللي كيخليوك تعكز على القرايه هي انه تكون مخربق، ما عرفتش باش غتبدا واشنو خاصك تقرا اصلا، عكس الا كنتي كاتب شنو خاصك تقرا غدا وبالتوقيت ديالهم، هكا كتكون ناضي صافي. وداك الشيء اللي كندير دابا. الوقت اللي كنت درت نفيق فيه هو 5 ديال الصباح باش نيت نصلي الفجر، وهكا يكون عندي الوقت الكافي للتحدي. ولكن كما عارفين ماشي اي حاجه كنخطو ليها كتمشي كما بغينا. صباح الخير. دابا هذه السبعة يلا فقت، كنت ناوي نفيق شويه مع ديك الخمسة، ولكن ما كتبش، تعطلت شويه. والمهم ماشي مشكل، دابا غنمشي نصلي ونبدا مع ديك 8. واخا مشات ليا ديك ساعتين كنت ناوي نفيق شويه بكري، مي ماشي مشكل. صدقت ما فقت حتى ل7 ولا 7:30. وواحد الحاجه ما عرفت واش كتوقع ليا غير بوحدي ولا كلشي. قبل ما ننعس كنكون موتيفي، كنقول غنفيق غنقرا كذا تحدي، ولكن غير كيصوني التليفون كيتبدل كلشي. كتفيق حاقد، كنقول مع راسي اش وصلني انا لهذا الشيء، اش بغيت شي تحدي، اش بغيت. المهم هذه غير بين قوسين كتوقع ليا ديما قبل ما ننعس، ولكن بعض المرات كنفيق، كنشبع نعاس كنفيق عادي، كتفيق اوتوماتيك، كتلقى راسك موتيفي عادي. ولكن بعض المرات خصوصا فاش كيكون واحد البرد، كيفاش كيكون البرد ما كتبغيش تفارق مع المنطق. من بعد ما صليت قضيت البلاصه اللي غنقرا فيها وبديت التحدي. وباش نحافظ على التركيز ديالي خدمت بهذه التقنيه. دابا يلاه قريت واحد 50 دقيقه الاولى، ها هي نقص الضوء، حيت دابا خدام بواحد التكنيك اللي هي كنقرا 50 دقيقه وكنستريح 10 دقائق. كاين هذيك ديال البومودورو تكنيك كتقرا 25 دقيقه وكتستريح 5 دقائق. ولكن بالنسبه لهاد الحاله ديالي، هاد السيتياسيون ديالي، خاصني نقرا 50 دقيقه ونستريح 10 دقائق، ونزيد عاوتاني 50 دقيقه ونستريح 10 دقائق. وصلت 10 و 50 دقيقه الثانيه. ودابا غنمشي نفطر ومن بعد نرجع نكمل البروغرام. نورمالمون كان خصني نقرا 4 سوايع، عاد نمشي نفطر، ولكن ما فقتش بكري، ما فقتش مع 6، كون فقت مع 5 من الفجر. كنت نقرا 4 سوايع حتى ل 10 دابا ونمشي نفطر. المهم غنفطر ونكمل البروغرام ان شاء الله، نكمل هاد 10 سوايع هادي. واخا كتبان ليا بحال واش نكملها. دابا قرب العصر، ويلا قريت 4 سوايع منو هو ويلا قريت 4 سوايع من الصباح. المهم ماشي مشكل، دابا غنمشي نصلي العصر، ودنا العصر نمشي نصلي ومن بعد نكمل البروغرام. هاد 4 سوايع كامله قريت غير اناليز فينانسي، تفرجت في شي ما عرفتش 6 ولا 5 الفيديوهات واقيلا. المهم شي 5 الفيديوهات، اكثر من 5. و شنو درت؟
نبدا من هنا. واحد الحاجه اخرى، كاين الماتش ديال الريال خصني نتفرج فيه، الريال والسيتي، غيكون ماتش ناضي حتى هو ندير ليه الوقيته ديالو في الليل، ولكن مع العيا كان صعيب عليا نكمل ما باقي في الليل. الصراحه ما كرهتش نجي ونقول لكم نجحت في التحدي وقدرت نقرا 10 سوايع في النهار، ولكن هادشي اللي عطا الله، قريت 6 سوايع ما قريتش 10 سوايع، دابا 12 وصافي عييت، ما بقى فيا ما يزيد. صراحه كنت باغي نكمل هاد 10 سوايع، ولكن كيخرجوا لك شي حوايج من الجنب، واخا طعيا ما طبلاني ما في الاخر كيخرج لك شي حاجه من الجنب، شي حوايج انت كتلقى راسك ما كملتيش. ولكن ماشي مشكل، حيت اصلا راه بديت غير مع البديه وتوصل 6 سوايع راه مزيانه، وباقي غنكمل غدا ان شاء الله. غدا ان شاء الله غندير 10 سوايع، هذه غالبا ان شاء الله الا بغى الله غندير 10 سوايع، نقرا 10 سوايع. قريت 6 سوايع، ما نقدرش نكذب عليكم، حيت راه هذا التحدي درتو باش نستافدوا منه كاملين، ماشي باش نبان عليكم باللي قريت 10 سوايع ولا 15 ساعه. اي ها انت قريتي 10 سوايع ولا 15 ساعه، ومن بعد انت كذبتي قلتي باللي راه قريت 10 سوايع ولا 15 ساعه، والو. حتى فاش كتخطط لشي بلان كيجيك ساهل، ولكن الواقع حاجه اخرى. ودابا نقول لكم شي حوايج استفدتهم من هذا التحدي. اول حاجه هي انه فاش كتنظم وقتك كتحس بواحد السعاده، كتقرا واحد 3 سوايع، ساعتين، 4 سوايع، والوقيته ديال الصلاه كتمشي تصلي، هذه هي السعاده صافي. كتحس بالراحه من بعد، كتقول داك الشيء اللي عليا راه درته انا. وفعلا وبالتجربه باش تكون مرتاح في حياتك، الحاجه الوحيده اللي خاصك هي تنظم وقتك وتكون كتصلي في الوقت، ودير داك الشيء اللي عليك، يعني دير المجهود ديالك. هكا صافي كتكون كتقول انا صافي راه درت داك الشيء اللي عليا والما باقي على الله، وهكا كتكون مرتاح نفسيا. وهذا الشيء راه ساهل باش ديرو، ولكن العجز. المهم هذا التحدي داز مزيان، استفدت منه شحال من حاجه، خدمت شحال من درس كنت كنأجل فيه. هذا التحدي تقدروا ديروا حتى نتوما، خصوصا كنصح به الناس ديال الباك، غادي ينفعكم مزيان. كتقرا 50 دقيقه من بعد كتستراح 10 دقائق، وفي هاد 10 دقائق كتخرج يضربك الهواء، او المهم دير شي حوايج اللي خصك تخرج من الستريس ديال القرايه. صافي في هاد 10 دقائق ترتاح شويه، ومهم دير شي حوايج اللي عزاز عليك باش تجدد عاوتاني الطاقه ديالك، وتخدم عاوتاني ديك 50 دقيقه مزيان، وعاوتاني ترتاح 10 دقائق وتزيد 50 دقيقه، ترتاح 10 دقائق حتى كتوصل 4 سوايع، حتى كتكمل 4 سوايع. المهم هادشي اللي كاين في هذا الفيديو، كنتمنى تبارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم، والا كان البارطاج طالع وكان التفاعل مزيان في الفيديو ممكن ندير لكم الجزء الثاني. وهادشي اللي كاين، الله يسهل على اي واحد فيكم، اي واحد عنده الامتحانات الله يسر ليه، وهادشي اللي كاين. تشرا.